في إطار برنامج مناقشة مذكرات التخرج للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بولاية شلف، قام المتربصين بتقديم مذكراتهم كل حسب تخصصه في جو مليء بالفرحة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بجلف إني عدة الجلالي الفارسي نحضر مناقشة نهاية التكوين لمتربصي أمانة المديرية، تسيير الموارد البشرية، التسويق ومراقبة نوعية الصناعات الغذائية. كما بهذه المناسبة لا يفوتني أن أهنئ كل المتخرجين في هذه الدفعة والطاقم الإداري والبيداغوجي الذي سهر على توفير كل الظروف المناسبة الدور قريبا في النهاية. نشكر أعضاء اللجنة على كلمة ختامية بمناسبة التخرج. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وأنا اليوم سعيدة جدا بهذا اليوم السعيد وبمناسبة تخرجي من المعهد الوطني المتخصص للتسيير بجلف. جد مسرورين بهذا النجاح، ونهدي هذا النجاح إلى أخي الأكبر عبد الرؤوف وإلى عائلتي. تحصلت على التخرج تاعي تخصص تقني سامي في تسيير الموارد البشريه. نتمنى للشباب يقتدوا ويكونوا في التكوين المهني. المقدم تحت إشراف الأستاذة سامية وشال، وهذا لنيل شهادة التقني سامي. في خطة البحث عن التقسيم التالي: الفصل الثاني الميزة التنافسية ودور جودة المنتج الجديد في تحقيقها. تشغل جودة تحقق جودة المنتج، لذا يجب على المؤسسة اهتمام أكثر بالجودة. الأنشطة المترابطة لتدفق السلع والخدمات من أجل تلبية حاجات ورغبات المستهلك، واللي تكون بالمنظمة